السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك في فيديو جديد من كورس اوتو زد فوناتكس. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد حرفين. هناخد حرف ال L، حرف ال M. احنا قلنا في اول فيديو بدأنا الحرف ليه اسم والحرف ليه نطق. حرف ال L اسمه L، افتح L. طب حرف ال M ام ام. طيب بسم الله. ينطق كحرف اللام في اللغة العربية، اللي هي لا. لا. يلا بينا، بسم الله. سيب لي دي الأول، كلمة ملك دي. يلا بينا، بسم الله. ال جه بعدها او. لا. لا. لي. لا. لي. لا. لو. صح، يبقى لونج. لونج. هنا ال جه بعدها ايه، فاقول لا ولا لي ولا لو؟ لا، لا، يبقى ليزي. ليزي. سيب لي دي، يبقى سيب لي دي وسيب لي دي. يلا بينا. دي لو. نرجع بقى. قلنا في محاضرة حرف ال A، حرف اسمه حرف ال A. لما يجي بعده ال W ياخد حرف ينطق كحرف ال O، فأقول لو، مش لاو. لا، أقول لو. يبقى احنا في محاضرة الحرف ال A قلنا لما يجي بعد حرف ال A W أو U، لما يجي بعد حرف ال A ال L ولا ال U ولا ال W ينطق كحرف ال O، فهنا أقول لو. هنا حرف ال L جه بعده E، فأقول لي، يبقى لج. قلنا الجي ما جاش بعدها حاجة تنطق إيه؟ جي، يبقى جي، يبقى لج. هنا ال L، هنا ال E يبقى لي. left. left، مش lived. لا، الفي فاء، يبقى الفي في، يبقى left. ال حرفين متحركين جم مع بعض، الغي الحرف الثاني واخد الحرف ده بس اطول فيه، فاقول ليك. ليك. هنا تقول لاف. المقطع اللي احنا اخدناه في محاضرة حرف الجي، حرف الجي، قلنا الجي اتش في اخر الكلمة بتساوي البي اتش في اول الكلمة، تنطق حرف الاف، يبقى لاف. لاف. طيب امتى ما انطقش حرف ال لما يجي قبل حرف الاف او الدي او الكي. حرف ال اللي جه بعده الاف يبقى مش هينطق، مش هيتنطق، فمش هقول هالف، لا هقول هاف. هاف. هنا حرف ال فينا تركتين. ايه، لما قلنا حرف الاي لما يجي بعده حرف ال الاي دي تتنطق او، دي اول ملحوظه. طيب ال جه بعدها كي، يبقى ال مش هيتنطق، فهنا اقول ووك. اللي بعدها ال جه بعده دي، يبقى حرف ال مش هيتنطق، فهنا هقول كود، مش هقول كولد، لا كود. كود. هنا حرف ال جه بعدها حرف الدي، فهنا مش هقول اللام، فهنا هقول كود. كود. بس بيشذ عنهم الكلمات دي. هنا ال جه بعده دي بس هنطق ال، فهنا اقول مش هقول جود، هنا اقول جولد. هنا اقول وولف. هنا اقول هولد. هنا اقول ميلك. عشان هنا بص انا قلت لك ايه، نسيب دي، فهنا هنقول ميلك. هنا اقول ميلك، فهنطق ال على الرغم ان هو ال جه بعده كي بس هنطق ال، يبقى دي شواذ. تمام. نخش بقى على حرف الام. حرف الام ينطق كحرف الميم في اللغه العربيه، اللي هو الميم ده. الميم. محمد. محمد، انا اسمه محمد. مو. محمد. يبقى يلا بينا. حرف الام
جه بعده ايه، فهنا اقول ما ولا مي ولا مو؟ لا هقول ما والان يبقى مان. هنا حرف او فهنا هنطول، فهنا اقول روم. هنا اقول مون اللي جه بعد الار او، فهنا الضمه وهنا الاو ضمه، فهنا اقول مو ولا مي ولا ما ولا ما. هنا اقول هنا اقول مو، فهنا روم. هنا مون. هنا الام جه بعدها ايه، فاقول ماب. هنا حرفين متحركين، الغي ده واطول في ده، فهنا اقول ميت. طب امتى بقى ما انطقش حرف الام واحنا قلناها في حرف البي؟ فهنقولها تاني، ان حرف البي ما يتنطقش لما يجي بعد حرف الام في اخر الكلمه. ازاي؟ حرف الام اللي جه بعد الام حرف البي، فمش هنطق البي، فهنا اقول كم. هنا حرف جه بعده البي يبقى مش هنطق البي، فهنا اقول لام. هنا الام جه بعده بي يبقى البي مش هتتنطق، فهنا اقول ضم مش دام. انا قلت ايه؟ ده اليو ضم. هنا الام جه بعده بي يبقى البي مش هيتنطق، فهنا اقول طم. يبقى حرف الام ينطق كحرف الميم في اللغه العربيه، ما يتنطقش امتى؟ في اخر الكلمه. لو جه بعد حرف البي مش هيتنطق، حرف البي مش هيتنطق يعني، يبقى البي مش هيتنطق لو جه قبل حرف الام في اخر الكلمه. تمام كده باختصار ده حرف ال وحرف الام. سلام.